ما تلفت علي. وقف. يما قالوا باللي بابا مات في الحرب. يا ربي يا ربي، يا العزيز يا الحنين يا الكريم، أنا ولية وعندي راس كبدة. يا ربي احميه لي واحمي كل واحد كيفه. اديتهم فرنسا باش يحاربوا على جيلها. يا ربي ابعث لي حاجة من عندك، ابعث لي بشرة تاع خير من عندك، خليني يطمن قلبي عليه. أنا جيت أما. وليدي أنا مانيش نام، أنا مانيش نبكي. أنا قلت لهم بلي وليدي ما ماتش، أنا قلت لهم بلي وليدي حي. اسمع وروح استراح ونحي قشك وروح كدي وليدي تاكل. راني مستراح أما، جيت نطمنك ونروح. وين تروح؟ نروح لكل بلاصة فيها القتال باش نجيب النصر أما. حاب تروح للموت؟ أنا نخاف عليك من الموت. لا، الموت خلاص بابه عقبناه، واللي حب الوطن لازم يموت باش يعيش الوطن. يا اخي انتي اللي وصيتيني وقلتي لي ما كانش حاجة أهم من الوطن. حاب تدفع الثمن؟ دفعت يا أم الأخضر، دفعت. ماشي انتي اللي قلتي لي ادفع روحك على جال الوطن؟ عندي حاجة غالية على الحرية تاع الجزائر. راجل يا بني، راجل طمني عليك يا كبدي وليدي. أنا حي أما. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. مع السلامة يا ابني، مع السلامة يا عينية، مع السلامة يا كبدي وليدي. وسالة الناس كلها، وسالة الشهداء اللي معاك، وقول لهم قلت لكم أمه نهار تسقل الجزائر والله زغروت على جالكم. ايه فرحي وليدي، وصلتني برية من عند وليدي يقول فيها سالوا لي على ميمتي، وراهو فرحان كي وصلوا خبر عليك يا حورية باللي مازلتي تستناي فيه باه تعرسوا. قولوا له بلاني السنة، وإذا ماشي في الحياة يلقاني حورية من حوريات في الجنة. الحرب راهي خلصت بالدمومات، وكل واحد هز سلاحه، وكل واحد يجري على صلاحه، وأوروبا رجعت شرقية وغربية، وحلت بها كارثة إنسانية، مجاعة والمرض والموت ولبست الأسود. فرنسا وحدة مكارة وغدارة، إذا وعدت ما توفي. بصح أنا سجلت كل شيء. الجزائريين رفضوا التجنيد وكانوا يحبوا قيوم الثاني، يعني القيصر الألماني. والرواية تقول الحاج قيوم حامي الإسلام تحالف مع الإمبراطورية العثمانية ضد فرنسا وبريطانيا خلال الحرب العالمية الأولى. اليوم 8 ماي، هنا الجزائر، هنا التاريخ، هنا البداية، هنا الحكاية. هو يوم مثل كل الأيام، يوم اختلفت فيه المفاهيم، أصبح فيه شعبا يؤمن بالجزائر أرضا وشرفا، وعدو انصدم أمام شعب يموت لأجل وطنه وعقيدته. أنا عبد القادر يحلى المدعو يالا، معايا الأخضر الدومي، الخير ذيب، محمود قنيفي، ومحمد فتاش. مناضلين سياسيين وقادة كشفية. مشينا لعند سوبريفي من أجل تسريع المسيرة.
رفض في البداية لأن الشرطة الفرنسية كانت ضغط عليه. فهمناه وقنعناه باللي تكون سلمية والأشبال الكشافة هما البرهان. حزب الشعب حط التسريح باسم جمعية أحباب البيان. من يومها قالوا الجزائريين اختلفوا في الأسماء والشعارات والأحزاب السياسية، بس احنا نتجمعوا على جال الجزائر وعلى جال الراية الوطنية. من جامع لانقار بدات الرواية. أنا الشيخ رابح مدور، كنت ندرس في الأولاد حتى جاوني المناضلين السياسيين والقادة الكشفية وقالوا لي جبنا التسريح الشفوي باش نبداو المسيرة. وحنايا الفلاحين والتجار جينا من كل ثنية ودوار، جينا كالعادة يوم الثلاثاء السوق الأسبوعي في سطيفي لمنا. قالوا لنا كاينة مسيرة سلمية طالب بالحرية، وكنا في تجاوب مع مناضلين سياسيين والقادة الكشفية. وسلموا أي سلاح من يديكم، موس وهراوة. المنظمون يعينون في سرية تامة ثنائي لكل لافتة ويشددون علينا بإخفائها وعدم رفعها إلا في المكان المتفق عليه، إلى درجة أن كل ثنائي مكلف بحمل لافتة لا يعلم بوجودها حامل لافتة أخرى ولا يعرف من يحملها، وطلب منا إظهارها في أماكن محددة بتدقيق. وأنا محمد خلوطي المدعو كاتب ياسين، طالب من متوسطة أوجان ألبرتيني. معكم عبد السلام بالعيد، طالب ومناضل في حزب الشعب، ومعايا مصطفى الصغير، وقائدنا كان عبد الحميد بن زين. أنا طورش محمد العمري، كان معايا عبد الرحمن كداد وبخوش المريبان. أنا طيب تكليت، معايا نصر الدين جمال، عبد الرزاق فراني، وحمد أعمر، شرفاوي محمد، خالد خوجة، ويناتي بوعلاء. احنا فوج الحياة قدونا الزعامة، عبد القادر يحيى والخير فيه ومحمود بن محمود. بالورد مشاو بالنية والنية سليمة. أنا بالقاسم بالله المدعو الحاج سليمان. وأنا بابايا في مقدمة المسيرة. لبسوا لي البرنوس يقولوا لي لأنك شجاع، وزيد من فوق هذا كشاف، وعلى جال طول القامة خيروني، وتحت البرنوس طلبوا مني اخفي الراية الوطنية. في بداية المسيرة الأوروبيين كانوا يتبسموا فرحانين وفهموا باللي هذا شعب بسيط ومسكين خرج باش يفرح معاهم على جال انتصار النازية. بصح شوية هكذا تغيرت ردة فعلهم من شافوا الإعلام في يدين الكشاف عيسى شراكة، هجموا عليه فقدوا له التوازن قبل ما يطيح الإعلام في الأرض. خرج بطل شاب شجاع في وسط الناس وهز الراية وسلم وواصل المسيرة، واسمه سعال بوزيد. جيتي لو درابو. توش بيك علاش هبلت؟ خلي بالك بلي غير طرف قماش. جات مورسو دي تيسي اوريب. هذا الدرابو يبقى يرفرف، وانتم سجلوها وروحوا بكيو لسيادكم وقولوا لهم باللي الصيفية خرجوا رمز احمر واخضر وابيض راح يقهركم. الجزائر مسلمة، الجزائر مسلمة، الجزائر مسلمة، الجزائر مسلمة، الجزائر مسلمة، الجزائر مسلمة. ما تسكتيش يا زينة البلدان، ما تسكتيش يا زينة البلدان. جيل عمره لا ينسى، مازال ما خلصش الكلام يا فرنسا. قتلتي ولاد سطيف قدام عينينا، قتلتي ولاد سطيف قدام عينينا. احكي على الجراح، احكي على الجراح وسعاد وزيد كي طاح، احكي على جميع الارواح. ومشيوا وروحوا
القالمة احكي ولا مصنع الجير اللي مازال شاهد على الدمار والعار، احكي ولا خراطة وقالمة وعنادة، واحكي ولا تيزي وزو وسعيدة، واحكي ولا ميلة. احنا يا صغار الدنيا قالوا لنا رجال الاخرة جابوكم الاستقلال. عندي رسالة لكل خاين الوطن، انت عمرك لا تكون جزائري، صحنا الغبار بين طيات تاريخنا، صوت دم الشهداء وصلنا، حكاية الخاين خارج حدود هذه الأرض. قبل كل شيء رسالة جدي اللي استشهد، قال لك يا الخاين بالذات، قال لك يا الخاين بالذات. شعب الجزائري كامل في الثورة يجاهد، اللي راندي في النهار في الليل عنده موعد مع الممات. فرنسا ما عندهاش الساس، اتبع اللي في عرقه دساس. كان كنت فاطن وامنت بالاستقلال، عمرك لا تكون خاين في وطننا الرجال. كنت تشوف المجاهدين يحبس قلبك وتهرب وتجري سيدك. راهم جاو للدوار، راهم جاو للدوار. جدك وجدي، جدك وجدي قالوا لفرنسا لمي كلابك أرضنا طاهرة من ساس القرمود. يا جزائر أوراس يشهد يوم الوغى، جبال الجرف تشهد على جيش ولادك، وعباس الغرور صم حدودك، وبنبول عيد وعميروش وزبانة رمز لأحفادك، وعلي لابوانت حسم معركتك، وجرجرة تشهد عليك، وطيارة صفرة في العنين الدور تحوس على الشيخ العيفة بايت في بابور. هذو ولادك اللي جابولك الاستقلال. حرب الرمال عمرنا ننسيناها، رجال راهنت باش لاغمها وحافظت على أرضنا. الشعب العربي اليوم نحييه، لكن نظام المخزن الصحراء الغربية عمرها لا تكون ليه. يا مصر احكي على الجيش الجزائري، في حرب سينا حسنين هيكل تفنن وخلى الناس تدرس علينا، في بلاد النيل سجل رايسنا. اليوم افتحوا الحدود مع الفلسطينيين، في الجزائر قوافل رايت السنة، وشعارنا ديما مع فلسطين ظالمة ولا مظلومة.